العمليات اي مخالفات او اي خروجات عن القانون او عن المألوف. ما زال الاقبال ضعيفا للاسف الشديد، لكن نتمنى ان شاء الله يكون في اقبال اكثر في الفتره المسائيه وفي اليوم الثاني للانتخابات. طبعا هنا المنافسه كبيره جدا بين 51 مرشح على 4 مقاعد انتخابيه. طبعا حضور الناخبين سيؤثر كثيرا على النتائج القبليه. المناطق الريفيه سيكون لها تاثير كبير جدا، والحضور في المراكز. يمكن انا غرفه العمليات بتبلغني ان هناك حضور كثيف وكبير في القرى وفي المراكز طبقا طبعا لعائلات المرشحين. نتمنى ان شاء الله يكون في حضور في المدينه بصوره كبيره، ونتمنى ان شاء الله ان العمليه الانتخابيه تتم بسلام ويتم اعلان النتائج بصوره جيده. الحقيقه مجهود كبير جدا بتقوم به قواتنا المسلحه مع قوات الشرطه. يمكن منذ يوم الخميس الماضي احنا بنجهز العمليه الانتخابيه وبنراجع جميع المقرات ونتاكد من جاهزيه المقرات العمليه الانتخابيه، الكهرباء، المياه، الاماكن، الصناديق، كل شيء، الساده القضاه وتسكينهم وتسكين اولادنا من القوات المسلحه في اماكنهم. الحقيقه مجهود كبير جدا لا احد ينكره ولا نستطيع ان نسمنه لانه مجهود كبير جدا. كل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحه ورجال الشرطه على مجهودهم. يمكن احنا بنتفقد اللجان اللي هو ممدوح من المنطقه الشماليه العسكريه، بنتفقد معه اللجان للتاكيد على توافر كافه الاجراءات، وايضا رفع الروح المعنويه لمجندينا وجنودنا اللي موجودين بيامنوا الانتخابات. زي ما حضراتكم شايفين يعني الحمد لله الاستعدادات على ما يرام، ونتمنى ان شاء الله ان الامور تمر. احنا بنتابع في غرفه العمليات كل اللجان حتى انتهاء التصويت داخل كل لجنه، ويتم حفظ الصناديق في غرف مخصصه داخل المدارس وتامين اللازم ليها عشان بكره ان شاء الله يتم استقبال العمليه الانتخابيه ويتم الفرز في مجمع دمنهور في اللجنه العامه ان شاء الله تحت اشراف القضائي الكامل.